السلام عليكم مشاهدينا الأوفياء، مرحبا بكم على قناتنا أولينا سبورت. نتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال، ونتمنى دعمنا بالاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بجديد فيديوهاتنا دائما، وكذلك وضع تعليق محفز أو تعليق بالنتيجة المتوقعة للمباراة المفضلة لديكم، وشكرا جزيلا مسبقا. في هذا الفيديو إن شاء الله سنخصصه لدوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة السابعة، برنامج مباريات الجولة الثامنة، ترتيب الهدافين، وكذلك ترتيب الفرق، بالإضافة لأفضل لاعب في الجولة السابعة، وكذلك أفضل هدف في هذه الجولة. بداية إن شاء الله سنبدأ بترتيب الفرق. ليفربول في المركز الأول بالعلامة الكاملة بعد الفوز في 7 مباريات السابقة ب21 نقطة. برشلونة في المركز الثاني بعد فوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة وله 18 نقطة. أرسنال ثالثا ب16 نقطة. انتر ميلان في المركز الرابع ب 16 نقطة. اتلتيكو مدريد في المركز الخامس ب 15 نقطة. ميلان في المركز السادس ب 15 نقطة. اتلانتا في المركز السابع ب 14 نقطة. باير ليفركوزن في المركز الثامن ب 13 نقطة. موناكو في المركز العاشر ب 13 نقطة. موناكو الذي يضم في صفوفه المغربي الشاب إلياس بن صغير. ليل في المركز الثاني عشر ب 13 نقطة، والذي يضم في صفوفه المغربيين الصحراوي وبوعدي. ثم بايرن ميونخ في المركز الخامس عشر ب 12 نقطة. ريال مدريد في المركز السادس عشر ب 12 نقطة، والذي يضم في صفوفه المغربي إبراهيم دياز. بيسفي ايندهوفن في المركز التاسع عشر ب 11 نقطة، والذي يضم في صفوفه المغربي إسماعيل صباري. ثم باريس سان جيرمان في المركز 22 ب 10 نقاط، والذي يضم في صفوفه اللاعب المغربي المتألق أشرف حكيمي. أما مانشستر سيتي فهو في المركز الخامس والعشرون ب8 نقاط، والذي يضم في صفوفه الملتحق حديثا المصري عمر مرموش. نتمنى له التوفيق إن شاء الله ولفريقه للمرور من أزمة النتائج إن شاء الله. وباقي الفرق والترتيب كما تشاهدون على الشاشة. أما بالنسبة لترتيب الهدافين فإن ليفاندوفسكي ب9 أهداف في المركز الأول، رافينيا ب8 أهداف في المركز الثاني، فينيسيوس ب7 أهداف، هالاند ب6 أهداف، هاري كين 5 أهداف، غريزمان 4 أهداف، كاي هافيرتز ب4 أهداف. نجمنا العربي محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي له فقط 3 أهداف. نتمنى له التوفيق إن شاء الله لتسجيل أهداف إضافية للاقتراب من الصدارة، ولم لا تتويج بهداف دوري الأبطال. كيليان مبابي هداف ريال مدريد له فقط 3 أهداف في دوري الأبطال. أما بالنسبة لمباريات الجولة الثامنة فهي على الشكل التالي: مانشستر سيتي الذي يعاني من أزمة النتائج يستقبل كلوب بروج البلجيكي. انتر ميلان يستقبل فريق موناكو الذي يضم في صفوفه المغربي إلياس بن صغير. نتمنى له التوفيق إن شاء الله. بايرن ميونخ يستقبل سلوفان السلوفاكي. شون غراتس يستقبل لايبزيغ. بروسيا دورتموند يستقبل شختار. برشلونة الإسباني يستقبل أتلانتا الإيطالي. ستاد بريست الفرنسي يستقبل ريال مدريد الإسباني. بيسفي ايندهوفن يستقبل ليفربول. باير ليفركوزن يستقبل سبارتا براغا. ريد بول سالزبورغ يستقبل أتلتيكو مدريد. شتوتغارت الألماني يستقبل باريس سان جيرمان. يوفنتوس يستقبل بنفيكا. جيرونا يستقبل أرسنال. ميلان يحل ضيفا على دينامو زغرب. ليل يستقبل فينورد. بولونيا يحل ضيفا على سبورتينغ لشبونة. يونغ بويز السويسري يستقبل سيرفينيا السربي. استون فيلا الانجليزي يستقبل سيلتيك. وجميع المباريات ان شاء الله ستنقل على قنوات بين سبورت على الساعة 9 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، على الساعة 10 بتوقيت ليبيا ومصر والسودان، على الساعة 11 بتوقيت السعودية وقطر، وعلى الساعة 12 ليلا بتوقيت الإمارات. نتمنى التوفيق إن شاء الله للاعبين المغاربة واللاعبين العرب، على رأسهم محمد صلاح، عمر مرموش، أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، إسماعيل صباري، إلياس بن صغير، أسامة الصحراوي، وأيوب بوعدي، لتقديم أداء جيد إن شاء الله والتأهل رفقة فرقهم إن شاء الله للأدوار المقبلة. أما بخصوص أفضل لاعب في الجولة السابعة وكذلك أفضل هدف، فقد كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا عن صفحته الرسمية على الإنترنت عن اللاعب الأفضل في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، واختار الاتحاد الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد كأفضل لاعب في الجولة السابعة بفضل أدائه أمام باير ليفركوزن الألماني. ونجح مهاجم مانشستر سيتي السابق في تسجيل هدفين قلب بهما أتلتيكو تأخره أمام باير ليفركوزن إلى انتصار 2-1. وجاء ألفاريز الذي حصل على الجائزة للمرة الأولى
ليحل مكان بوكايو ساكا مهاجم أرسنال وأفضل اللاعبين في الجولة السادسة. وحصل على جائزة أفضل هدف في الجولة السابعة البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد عن هدفه الثاني في مرمى سالزبورغ النمساوي. ولا تنسوا وضع تعليقاتكم بالنتيجة المتوقعة للمباراة المفضلة لديكم، وشكرا على المتابعة وإلى فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.